عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا تحلية ياسر سهلة وبنينة سورتو اقتصادية. اليوم باش نعملوا التحلية متاعنا بالفريز وبالبسكوي وبالكريمة. تو نوريكم كيفاش باش نعملوا الكريمة وتجيكم ياسر بنينة وفاوحة. تابعوا معايا الفيديو للاخر باش تعرفوا كيفاش طريقة التحضير. عندي هنا شوية من البسكويت، تختاروا النوعية اللي تحبوا عليها. ريحتهم وما ريحتهمش على الاخر، خليت منهم شوية هكايا باش يبداو يتقرمشوا. عندي هنا الفريز قصيته مكعبات، وتو باش نكمل نضيفله مغرفة وشوية متاع سكر. نخليه السكر يذوب في الفريز. وتوا نتعداو باش نحطوا البسكوي متاعنا في وسط الصحافي والا في وسط الكيسين اللي باش تقدموهم. نحطهم بالطريقة هذيا، ما نعبيوهمش برشا باش نخليو لسباس للكريمة. نكمل توا بقية الإسحافي الكل بنفس الطريقة ومن بعد نكملو المراحل. وهذه توا الكريمة متاعي. باش ناخو هنا 500 مليلتر متاع حليب، 5 مغارف كبار متاع سكر، 2 مغارف كبار ونص متاع نشا. وباش نكمل نضيف مغرفة كبيرة معبية من الماء عطرشية تزيد تبنن الكريمة على الاخر. كان مش متوفر عندكم ماء عطرشية تنجموا تستعملوا مثال ماء زهر، والا تنجموا تستعملوا سكر فاني، تنجموا تستعملوا الحاجة اللي تحبوا عليها. نحط المكونات الكل على الغاز، نخليهم يطيبوا مع التحريك المستمر، ما تنحيوش يديكم من على النار باش ما يتكعبرناش. وهذه توا القوام متاعها كيفاش تحصلنا عليها. صبيتها توا في وسط اكس صحافي كيما تراو. وتوا باش نكمل نضيف الفريز كيما تراو. ريت كيفاش ذيب الكل، السكر ذيب، ما يلزموش يقعد داك السكر. نحط كي نستوي بالطريقة هذيا، وزينتها من فوق بشوية نعناع. اللون ياسر مزيان، انا عجبني. ان شاء الله تكون عجبتكم التحلية. كما تراو ياسر سهلة وياسر بسيطة، وما نحكي لكمش على البنة، مضمونة 100%. ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم وصفة اليوم، ونتقابلوا في فيديو جديد، وبسلامة وشهية طيبة.